في هذه الأجواء الصاخبة التي يطغى عليها اللون الأصفر. 25 كرة تصل هذا الملعب هنا في قلعة الفيصل. عند كرة مبابي في لمسة في تمريرة، أشرف راح في الطرف الأيمن، أشرف في كرة هنا الطرف الأيمن، هناك لمسة في اليمين عن طريق أشرف، هنا نقلة ديمبلي لديه كرة، عثمان يريد تقدم عن مبابي، سيكون له موعد في هذا الكرة. أيوب وجيج وأيوب أصوات هنا في المدرجات، بينما هناك ما هو الفريق الذي يسيطر الآن، هو الفريق الذي دورتموند. فرصة الجول، هذه فرصة الهدف الأول لك يعني بالنسبة للألمان، وكذلك باركولا عرضية تأتي، الكرة ما زالت وصلت إلى أقصى الطرف الأيمن، التقدم هنا في الجهة اليمنى، ديمبلي في كرة في تصويب، كان عائد من التسديد، ذهب لأي فريق، لفريق باريس سان جيرمان، عرضية فرنسية، فابيان رويز عنده كرة عرضية ترسل، الخطورة ما زالت هنا، ديمبلي بالراس. كل فريق يسعى لأن يظفر بفوز مهم في المباراة الأولى. كيليان مبابي عنده كرة في كرة، مبابي في نقلة تصعب في هذا الموسم في بطولة دوري الأبطال، وبالتالي النسبة مسبوقة على مستوى الاستحواذ ومعدل الاستحواذ منذ موسم 2003. تينيا ينقل الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، ملعوب الكرة باتجاه أشرف، حكيمي في لمسة، ديمبلي في كرة، أشرف من اليمين، أشرف في العرض، رويز تنقل هذه الكرة، أشرف حكيمي عنده كرة، وصول من إيمري باتجاه ديمبلي إلى حكيمي إلى إيمري، لكن في الأخير والتصويبة قوية، لكن يخطف ثمارة. باريسية واحدة وصلت من كيليان، ترسل باتجاه باركولا، هنا الكنترول على صعوبة أن يصل من خلال، لكن ماسن قال ليس بعد هنا أشرف يحاول أن يمر، أشرف تقدم، أشرف مر، أشرف توغل، لكن في الأخير سكة خطيرة تأتي لدورتموند، فرصة وصلت إلى فولكروغ، هنا السلام، هنا تقدم، هنا وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن، منقول الكرة باتجاه أشرف، حكيمي في كرة عرضية تأتي، لكن التغطية من شوتر، لكن هنا كرة باريسية، فيتينيا عنده كرة، اللاعب فولكروغ مهاد زابيل على خطأ في اللقطة الماضية، تدخل لمسة هنا في اليمين، وصلت إلى ديمبلي توغل، ديمبلي عرضية خطيرة، ولكن تجاه كريم عاديمي أمام أشرف وكريم، في الأخير تحولت لمسة هنا عن طريق ديمبلي في تمريرة عرضية، ما زالت سانشو في محاولة، دورتموند في كرة مستمرة، لكن بعد ذلك أشرف حكيمي في مع أصحابه كما تقف الجماهير هنا في المدرجات بعد كرة كيليان، بعد تسديدة كيليان أتت تسديدة أشرف، لا هذه دخلت ولا تلك دخلت، وهنا القائم وقف كلاعب رقم 12 مع فريق دورتموند، والآخر هو اللاعب الثالث عشر. نعم موضي بالأحلام، كرة تصل عن طريق أشرف في المساحة، أسد الأطلس يتقدم أمام كريم، وصلت من جانب حكيمي إلى عثمان، ديمبلي إلى زهير، إيمري في كرة، إيمري في محاولة في لمسة، فابيان في نقش إلى فيتينيا يحاول فيها، فيتينيا تمريرة باتجاه باركولا، عودة من جانب كيليان، لكن في الأخير كرة الخطوات لم تكتمل، والذي أتى هو الصافرة على هذه الكرة اللي حاول من خلالها كيليان مبابي. يا سلام لف الكرة، اختار الزاوية المثالية بالطريقة المثالية، لكن القائم الأيسر ناب عن أصحابه، تعاقد مع قومه، وكما فعل القائم الأيمن في لقطة طويلة. الكرة في وسط الميدان لمصلحة فريق باريس سان جيرمان، بيرالدو، نونو مينديش عنده كرة مقطوعة من إمري جان، عادت الكرة عن طريق هوميز، يضغط نونو مينديش، بينما الكرة لدورتموند، سانشو في الاستلام، كرة لدورتموند واحدة، انطلاقة فولكروغ والتسديد، لكنها صدمت في دفاعات باري وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لفريق دورتموند، يعولون على تسديدات فولكروغ، على
اختراقات يا ديمي على مهارات سانشو انحضرت من الطرف الأيمن على تسديد في إيجاد ووجود مساحة من جانب براند. هكذا يفعل نادي دورتموند، يريد أن يعاود. ديمي عندها كرة في وسط الميدان، المباراة وصلت إلى ماتسن لكن هناك أشرف هو من قطع الطريق. حكيمي يرتكب خطأ لماتسن في اللقطة الماضية. هنا ديفي ماذا ضاع؟ حكيمي عرضية كيليون، ما زالت الكرة مستمرة والتصويب من فيتيا.